السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال يا رب. النهاردة كده كنت صاحية بدري وقلت بقى اعمل روتين تشجيع معاكم. صحيت نشرت غسيل وكان الجو حلو الصبح، مكانش لسه حرر. وقلت بقى ابتدي يومي كده بفنجان قهوة. كده عملت قهوة، احسن واحدة تعمل قهوة بوش بقى. هنا كده كنت بصب القهوة زي ما انتوا شايفين، وقلت كده اقعد استجم حبة واشربها عشان اليوم بصراحة كان بادئة من الساعة يعني 9. قد يكون بقى ان انا يعني خلاص بقى، يعني هو أنا اصلا نايمة متأخر وصاحية بدري، فقلت بقى ابتدي بقى بفنجان قهوة. هنا كنت دخلت على المطبخ اول حاجة وقلت بقى اشطبه، خلصته وقلت برضو احط ايه، حطيت غسيل معاكوا كده ابيض ده قبل على الحبل ما ينشف. واكون برضو ايه نزلت وجيت يعني وكده، لاني كنت بجيب ايه طلبات وحاجات، لاني كنت هعمل اكل وكنت لسه بقى هطبخ وكده. فهنا ما حطيت بقى اوكسي، وبعد كده سبت الغسالة تغسل بقى وكده. وبعد كده نزلت بقى السوق، جبت الخضار وجبت قوطة وموز وحاجات وكده للأكل. هعمل صينية بطاطس بالفراخ ورز بالشعرية. هنا كده كانت لورا وبصل وملح وفلفل اسود وماجي. وهنا كنت قشرت البطاطس وغسلتها كويس، وبرضو الفراخ غسلتها وعملتها في محلول كده، صفيتها. وهنا بقى دعكت البصلة باللورا والملح والفلفل وعملتها بالفراخ. بعد كده قطعت البطاطس وحطيت عليها العصير الطماطم والمية، وسبتها بقى على النار وكده، ورحت حطيت معلقة سمنة وغطيتها بقى وسبتها تستوي ايه مع بعضها كده. قلت بقى عقبال هنا كانت دخلت، يعني كانت ابتدت تخش في السوا، فقلت هروح بقى اعمل الرز وهي تكون خلصت. يعني هي ما بتاخدش وقت على النار بصراحة، واكلة جميلة. هنا جبت الرز كنت نقيته الاول وبعد كده رحت غسلته. اهم حاجه تغسلي الرز كويس عشان يبقى الريم الابيض ده ينزل منه. بس بعد كده بقى رحت جبت حله، حطيت معلقه سمنه ونزلت بالشعريه، فضلت اشوح فيها لحد ما اخدت اللون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه. ونزلت بالرز وكده، وبعد كده فضلت بقى اشمع فيه لحد ما يعني اخد لون حلو كده. وانا بصراحه بحب اعمل الرز بالسمنه. يعني انت لو بتحبي تعمليه بالزيت، دي حرية شخصية برضو. كل واحد وليه طريقته في الاكل، بس انا بحب السمنة، بحسها بتدي الرز طعم كده. بس وبعد كده حطيت الملح، وبرضه ما تحطي الملح حاولي ما تحطيش كتير، يعني تحطي معيارك وكده. وتدوقي لقيتيه عايز حطي تاني. بس هنا بقى كنت جبت معيار المية برضو وحطيت المية. حاولي برضو ما تزوديش المية قوي عشان الرز ما يعجنش معاكي، يعني تحطي لحد زي ما انا حاطه المعلقة كده. بس هنا كان ابتدى الرز يتشرب وكده، كان دخل في السوا. وقبل ما اتعمل كانت برضو صينية الفراخ خلصت ودخلتها الفرن. وزي ما انتوا شايفين كده كان الشكل تحفة بقى، والريحة ما اقولكوش. وما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك، وشكرا.